عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا برنامج جميل جدا وهو برنامج جيم هاكر. هذا البرنامج يقوم بتهكير الألعاب ال- تكون حماية فيها قليلة أو متوسطة، وبرنامج يستفاد منه في اللعبات أو عفوا في الألعاب الصعبة. لذلك سوف أقوم بتشغيل البرنامج، وملاحظة مهمة جدا أن البرنامج يحتاج إلى روت. نبدأ بسم الله بتشغيل البرنامج. نعم نعم. الآن تم فتح البرنامج، ندخل إلى لعبة سابواي. نعم، لقد تم فتح البرنامج. كما نلاحظ هنا عندما ندخل إلى الشوب أجد الدنانير لدي الآن 0. جميل. أذهب إلى اللعبة ونجمع بعض الكوينز، ثم اضغط على هوم. عفوا سوف أبدأ من جديد. الآن كما ألاحظ بدأ الكوينز هنا رقم 7، لذلك سوف أقوم بكتابة الرقم 7. عندما أقوم بكتابة الرقم 7 سوف أقوم بالبحث عليه. الآن وجد لي الكثير من الملفات كما تلاحظون find out. هذا الرقم هو كثير من الملفات، لا يستطيع البرنامج التمييز بينها إلا أن يقول لك هنا back to the game and make number 7 change. يقول لك عد إلى اللعبة وغير الرقم 7 إلى أكثر من الرقم 7. لذلك سوف أذهب إلى هذا السهم، سوف أذهب إلى علامة الناقص، ثم ألعب من جديد. الآن جمعت 8 كوينز. هنا سوف أقوم بالتغيير رقم 7. هنا سوف أقوم بكتابة الرقم 15 كما موجود أمامي. سوف أقوم بالبحث عليه. الآن تم فتح لدي ملفات هذا الرقم. سوف أقوم بكتابة هذا الرقم، مثلا أعطيه modify and هنا أذهب إلى شوب. لذلك سوف أجد الكوينز قد تمت بما كتبت هذا الرقم، وتستطيع ذلك في المفاتيح وغير برامج، عفوا غير أشياء مثل الزلاجة والسكور والفتح الأشكال أو اللاعبون. مثل هنا تجده 0، تجعله مثلا رقم 1، تكتب في البرنامج رقم 1، ثم تذهب إلى زيادة رقم 1، مثلا 2 أصبح، تكتب رقم 2 وسوف تطلع لك قائمة التهكير، تكتب رقم 200 سوف يفتح لك هذا اللاعب. ولذلك أتمنى لكم الاستمتاع في هذا الشرح الجميل، وأشكركم لمتابعة الفيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والديسلايك، والاشتراك في القناة مهم لنا ولكم أيضا. في أمان الله. كان معكم أخوكم علي العتبي من قناة عراقيون للأبد.